السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده جايين لكم فيديو روتين جديد. هنروق معاكم التلاجة كده زي ما انتم شايفينها. هنغسلها وهنروقها وهنضفها معاكم وهنرصها وهوريها لكم. بس قبل ما نبدا الفيديو لازم تصلوا على النبي وما تنسوش تشتركوا في القناه علشان يوصلكوا كل جديد. وتعالى اوريكم هننضف ايه التلاجة. وهنا يا حبايبي تعالوا نفضي التلاجة مع بعض. طبعا انتوا عارفين ان التلاجة بتشيل كل حاجة، بواقي بقى اكل، بواقي حاجات، العلاج طبعا في كل تلاجة. علاج العيال كده. بعد ما فضينا النص ده تعال نفضي مع بعض النص التاني. عن نفسي بعتبر التلاجة اكبر خزين في البيت. طبعا بواقي كل حاجة، بواقي اكل، بواقي علب، بواقي عصير. التلاجة بصراحة بتشيل اكبر حاجة في البيت، بتشيل كل حاجة فيها. ودرج التوابل طبعا عايزة. ده كده شكل الحاجة بعد ما طلعناها من التلاجة. كمان تعالوا نشوف التلاجة بعد ما فضيناها، ويلا بينا نغسل الأرفف مع بعضينا. وكده يا جماعة بعد ما فضينا التلاجة دي كده شكلها. ده المنظر اللي يضرب من جوه طبعا عارفين. سيبها بقى لي فترة. تعالى افكه معاكم هنطلع كل حاجة معاكم. وهنا جينا لكم بالوصفة اللي هننضف بيها التلاجة. نص كوباية صابون، 2 كوباية مية، معلقة بيكربونات، معلقة ملح ليمون بتغني عن اي ريحة عشان بتشيل اي زفرة واي ريحة في التلاجة. بس مش هينفع احط دوني ولا برسيل ولا اي حاجة عشان ريحة الاكل وكده. عشان لو حطينا دوني او حطينا برسيل او حطينا اي حاجة هتغير ريحة الاكل. فالملح الليمون هيغني عن كل حاجة، والبيكربونات برضو هتنضف بكل سهولة هي والصابون. اول حاجة حطينا كده نص كوباية الصابون، وهنجيب معانا معلقة كربونات ومعلقة ملح الليمون، هننزلهم كده زي ما انتوا شايفين، وهنقلب كويس. هيعمل فوران كده كتير قوي. بس كده بعد ما عملنا الوصفة تعالوا يلا بينا نوريكم ازاي ننضف التلاجة. ده كده بعد ما جبنا الخلطة بتاعتنا وجبنا لوفة، تعالوا نبدأ معاكم ونغسل التلاجة. معلش على صوت التلاجة بس عشان التلاجة مفتوحة كل شوية بتدي انذار.
لازم كل واحد والتاني لازم نغسل التلاجة. تعالي نغسل مع بعض الباقي. زي ما انتوا شايفين كده الخلطه بتشيل اي اصفرار او اي حاجه، زي ما انتوا شايفين كده اصفرار في التلاجة. خلطه في ثانيه بتنضفه. تعالوا كده نمسح مع بعض. بصوا الخلطه في ثانيه نضفت كل حاجه في ثانيه. بصوا هخلص باقي الباب وارجع لكم تاني اوريكم التلاجة بعد ما غسلتها. بصوا يا جماعه كده بعد ما نضفنا التلاجة الباب بتاعها، وده كده شكل التلاجة من جوه بعد ما نطفت. زي ما انتوا شايفين كده. نطفت بكل سهولة وبتلمع. ده كده شكلها. تعالى نمسح كمان التلاجة معاكم من بره. برضو معانا فوطة. ده كده شكلها من بره. عايزه تتمسح عشان الجماعه اللي معاه عيال طبعا دي ايدين العيال دايما بتزغوطها. جبنا فوطه وحطينا برضو نفس الخلطه. بس الاول نشيل دول. فوطه وفيها نفس الخلطه برضو هنمسح بيها. بصوا برضو بتنضف في ثانيه. في ناس طبعا يا جماعه بتحب تجيب لوفه بقى وتغسلها بريحتها خالص، بس انا بصراحه ما بفضلش كده. او كل واحد على ما براحته برضو، اللي حابب يغسلها بلوفه يغسلها، اللي حابب يمسحها زي ما انا بمسحها كده بفوطه يمسحها. كل واحد وحر في نفسه. طبعا عارفين طبعا ايدين العيال دايما مزغوطه كل حاجه، ما بتسيبهاش والله يوم على بعضيها، لازم تزغوطها، بالذات اللي معاه عيال صغيره. طبعا عارف اكيد الكلام اللي انا بقوله. وده كده شكلها بعد ما اتمسحت. بقى نرجع دول مكانهم. عشان دول بحبهم قوي.
ده كده شكلها من بره. تعالى نغسل الارفف بقى واوريكم نغسلها ازاي، وبعد كده نرجع نرص التلاجة مع بعض. وهنا اول حاجه جبنا فوطين عشان بعد ما نغسل هنحط عليهم يتصفوا. وهنا جبنا برضو باقي الصابون اللي غسلنا منه التلاجة، وجبنا الارفف. تعال نغسل معاكم يلا، وبعد كده نحطهم هنا عشان يتصفوا. كده الحوامل وهنغسلها برضو الخلطة اللي احنا عملناها. زي ما انتوا شايفين كده. بقى شكلهم بعد ما خلصتهم كلهم وغسلتهم هنسيبهم يتصفوا. تعالوا اوريكم هنرتب التلاجة ازاي وهنجيبها وننظمها مع بعض. بصوا هنا بعد ما خلصناها فرشناها بعد ما اتصفت. تعالوا بقى نرتبها مع بعض. اول حاجه هنجيب البيض، كده بعد ما رصينا البيض هرص البرطمانات الصغيره جنبيها. كده رصينا البرطمانات المربى جنبيها. وهنا تحت هرص الحاجه الاكبر شويه زي العسل ومخلل. وهنا يا جماعه المخلل اللي احنا عملناه مع بعض ده شكله. هنرص برضو جنبه، ونجيب هنا اي علب جبنه ونجيب اللانشون بتاعنا. تحت برضو بس برضو برطمانات جبنه ورص اللبن بتاعنا. تعالى بقى دلوقتي ننظم اهم درج في التلاجة، هو درج التوابل. انا لميت هنا كل التوابل، ده درج تبع التلاجة، لميتهم كلهم في درج واحد عشان لما احتاج منهم اي حاجة يبقى كلهم منظمين وفي مكان واحد بس. وهنا هنحط باقي الحاجات في باقي الدرج.
فكرة كده احسن عشان هو كده ما خدش مكان في التلاجة ويبقوا مختصرين واحدين في جنب واحديهم. هنحط بقى باقي الفول هنا والدقيق والعدس وكل حاجة. زي انتوا شايفين بقى الرز بقى والفريك والنعناع وكل حاجة هنا مخصصة بالتوابل والحاجات. انا بحطها في الدرج ده عشان مختصر برضو عشان الريحة ما تطلعش على باقي التلاجة. هو الدرج ده احلى فيه ان هو مختصر كده على جنب لوحده. انا عاملاه لكل حاجة بصراحة في العطارة، مجمعة كله حاطه في نفس الدرج ده كده يا جماعة. شكله بعد ما نظمته لم كل حاجة واي حاجة بطلعها بكل سهولة. وهنا زي ما انتوا شايفين نظمت الجزء اللي فوق برضو. لسه ناقصني كام حاجة تاني لما انزل بقى ابقى اشتريها. في حاجات كتير ناقصاني برضو لما انزل اجيب شوية خضار ان شاء الله بكرة. وكده يا جماعة شكلها بعد ما اتنظمت كلها ورصيناها. على فكرة ناقصني حاجات كتير برضو لسه. ولو وصلتوا لحد هنا يا جماعة وعجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة، ولو ليكوا اي تعليق هستناكم. وعايزة كومنتات حلوة كده زيكم، حطوا لي لايكات كتير كتير ومتنسوش تشتركوا في القناة. وان شاء الله استنوني في فيديو جديد تاني بكرة.